لو كنتم زيي بتحبوا جدا المكرونة بالبشاميل، خصوصا لو كان البشاميل جوسي وكأنه في ميكس جبن، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة لصينية المكرونة بالبشاميل اللي بحشوة جديدة ومختلفة هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في حلة على النار هننزل بمعلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة، وننزل عليهم ب5 معالق كبيرة من الدقيق ونشوحه حلو قوي. ولما يتشوح هننزل عليهم ب3 كوبايات من الحليب وكوبايتين من مية سلق المكرونة، ونقلبهم كويس جدا لحد ما يتقل قوامه. هننزل بالملح بتاعنا والفلفل وشوية حبهان مطحون، بيدي طعمه حلو قوي. ونطفي عليه ونسيب البشاميل بتاعنا يبرد. في طاسه على النار هننزل بمعلقتين زيت، وننزل بمكعبات من صدور الفراخ ونشوحها كويس قوي. ولما تتشوح هننزل عليها ببهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل وتوم بودرة ومعلقة من الصلصة، ونقلب حلو جدا. ونضيف عليهم مكعبات من الفلفل الألوان الأصفر والأخضر والأحمر، ونقلب كويس جدا. ممكن تحتاج شوية مية علشان تستوي. ولما تستوي تماما هنطفي عليها. لما البشاميل بتاعنا يبرد هنحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي بيخليه جوسي جدا، وكأننا حاطينه فيه ميكس جبن. في القالب بتاعنا اللي احنا هنحط فيه المكرونة البشاميل هنحط مغرفتين من البشاميل اللي احنا عملناه. والمكرونة المسلوقة هنحط عليها 3-4 مغارف من البشاميل لحد ما تتشبع تماما بالبشاميل. وهنبدأ نرص الصينية بتاعتنا. هنحط أول طبقة من المكرونة ونسويها كويس، ونحط عليها مغرفة من البشاميل، ونحط عليها الحشوة بتاعتنا بتاعت الفراخ. وبعدين نغطيها بالطبقة التانية من المكرونة، وبعدين نغطي وشها تماما بالبشاميل بتاعنا، ونوش عليها شوية من الجبن الميكس. أنا حطيت شيدر وجبنة تركي وموزاريلا، وندخلها الفرن لحد وشها ما يحمر بالشكل ده علشان تطلع لنا بالشكل التحفة ده. طعمها تحفة، جوسي، ريحتها في حتة تانية خالص، والحشوة روعة. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لصينية المكرونة بالبشاميل الجوسي جدا وحشوة الجديدة بتاعة الفراخ، أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا روعة. وبالهنا.